الفيديو اللي كنت وعد حضراتكم بيه النهارده ان شاء الله الرحمن هقول لك عليه وبكل مصداقيه وبكل امانه. احلى حاجه ثابته دلوقتي في السوق موجوده معانا، كان شيرينج او اي بي دي في او شبكات هوائيه. طبعا معايا بلوك وشير، وما تنساناش بالصلاه على النبي عليه السلام في التعليقات، ولو عندك اي معلومه عايز تصححها سيبها لي في التعليقات وانا هقول لك عليها باذن الله. نبدا على بركه الله، مصداقيه بكل شفافيه. هقول لك فعلا ايه اللي ينفع معاك انك انت تركبه عشان دوري ابطال افريقيا ان شاء الله الرحمن قرب وهنبدا نشتغل عليه. طيب صلى الله عليه وسلم. يبقى النهارده ان شاء الله الرحمن هقول لك على 3 معلومات لازم تحطهم قاعده اساسيه في حياتك. هنبدا من اول حاجه من فوق. رقم 1 النهارده هيفوز معانا بالجوله من اولها لاخرها السيسي كام يا جماعه؟ هيفوز معانا بنصيب الاسد، عشان خاطر ده احلى حاجه واكتر حاجه موجوده في السوق دلوقتي. امان ومفيش تقطيع فيها بصراحه، ولا فيها صاحب الشبكه هيخلع مني، ولا فيها الطبق هيطير من فوق. لا بصراحه من انظف الحاجات الموجوده في السوق دلوقتي، اعتمد عليها اعتماد كلي السيسي كام. اركب عندك اموس، اركب معاك الهوت بيرد، اركب معاك الناس سيات مع البرغاري. الثلاثه دول او الاربعه دولت هيكتفوك خالص انك انت تسمع اي بطوله موجوده على وجه الارض. دي شغاله الله ينور عليها زي الفل، مع التعليق العربي كمان استوطات في الرسيفر تحت، تبقى ممتاز جدا جدا جدا. يبقى احنا النهارده رقم 1 هيفوز معانا بنصيب الاسد السيسي كام. تاني حاجه هتفوز معانا بعدين مباشره لو انت عرفت صاحب الشبكه او عرفت فني هياخد منك الشهريه او هياخد منك النظام الشهري اللي تدفع معاه، وعامل واتساب معاكم وعامل جروب للنظام بتاع الشبكه عندك. يبقى توكل على الله، خلي اولويتك في الشبكه. ادام في حاجات معقوله زي كده وفي حد اعرف اتكلم معاه فيها، زي مثلا فني موجود معايا. اصل الفن ده يا جماعه نظامه ايه؟ الفن ده نظامه ان هو الراجل بيجي بياخد مني شهريه، او انا بتواصل معاه لو في عطل او في مشكله عندي في الشبكه قطعت، الشبكه فيها مشكله، لان بصراحه هي فيها مشاكل كتير جدا، ولازم يكون في حد يحل المشاكل دي. مين اللي بيحل المشاكل دي؟ يا صاحب الشبكه اللي موجود بعيد عنك بحوالي 4 5 كيلو، يا اما الفن اللي هو متواصل مع صاحب الشبكه مباشره. فلازم يكون عندك القاعده دي محطوطه معاك في النظام. لو مش موجود ولا ده ولا ده ما تشتركش، وبحذرك واقول لك اسبوع 2 3 بالكتير وفلوسك اللي انت دفعتها هتضيع عليك، لان مش هتلاقي حد يحل لك المشاكل بتاعه تقطيع الشبكه او الشبكه وقفت او التردد اتغير. فلو انت عارف واحد من الاثنين دول هم، توكل على الله وخليها اولويتك يا سيدي، هتبقى زي الفل. الاي بي تي في ثالث حاجه هيبقى معانا النهارده، عشان الاي بي ممتاز وزي الفل وحاجه 10 على 10، بس هياكل معاك نت شويه. يا اما البث بتاعه هيبقى حوالي 7 ثواني او 8 ثواني او 9 ثواني تاخير شويه الصوره عن اللايف الاساسي. فانا النهارده كلمتك والله بكل وضوح وبكل شفافيه وبكل صدق، قلت لك احسن حاجه تبقى معاك ثابته. ادينا دلوقتي اكتر من 5 7 سنين او 8 سنين ثابته ما فيهاش اي مشاكل. الاي بي تي في حصل له مشاكل، الشبكات الهوائيه حصل لها مشاكل، مش مشكله، مشاكل. الوحيد اللي ما حصلوش اي مشكله لحد دلوقتي وثابت وجوده السيسي كام يا جماعه. بصراحه من انظف الحاجات اللي موجوده على السوق دلوقتي وموجوده في السوق، وكل الناس يعني 90% من الناس دلوقتي شغال عليها مع الاقمار، كمان مع الصوره الفول اتش دي، وكمان الصوتيات دلوقتي اللي نزلت في الرسيفرات يعني يعتبر كلها دلوقتي. فانا بنصحك وبصراحه اشتغل، توكل على الله، وعندك اي فني خليه يركب لك 3 اقمار اللي قلت لك عليهم دول او الاربعه، هتعيش حياتك ممتاز جدا جدا. ولو عندك اي استفسار سيبه لنا ان شاء الله في التعليقات وانا هرد عليك باذن الله. لو عجبك الفيديو اشترك معنا في القناه وفعل زر الجرس وصلك كل جديد، وصلنا على النبي.